السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا كلكم بخير. بداية ما تنسوش الدعاء لإخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم إن شاء الله ويكرمهم ويرزقهم بفرج قريب إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن موبايل هو يعتبر من أقوى الاختيارات حاليا دلوقتي. هو مش جديد، مفيش منه جديد، عشان انت لو رحت تشتري موبايل جديد في الفئة المتوسطة وبيقدم كمان أداء أقل من الموبايل ده، غالبا هتدفع مبلغ بيتراوح من 14 وانت طالع بقى لحد 18 17 ألف جنيه. فعشان توفر على نفسك كل ده ممكن تدور على فلاج شيب قديم سنة أو سنتين عشان تاخد أداء أقوى، تاخد كاميرات أقوى، تاخد بطارية يمكن أفضل، ممكن تاخد شاشة أوليد بدل ما تاخد شاشة أموليد أو أي بي إس أو الكلام ده. شاشة الأوليد طبعا تبقى أفضل كتير. المهم عشان ما نطولش عليكم وندخل في الموضوع على طول، موبايلنا النهاردة هو هواوي نوفا 7 5G. خلينا بس نبدأ بالترتيب كده. نتكلم عن ايه؟ مش هنتكلم قوي عن مواصفات الجهاز اكتر من اننا نتكلم عن التجربة الفعلية، بس ممكن نراجع بس كده شوية مواصفات. الشاشة 6.5 بوصة فول اتش دي اموليد طبعا. كاميرا خلفية الأساسية 64 ميجا بكسل. البروسيسور طبعا قوي جدا، بروسيسور كيرن 985 بيدعم ال 5G طبعا، وعندك بطارية 4000 زي ما قلت لك. شاشة أوليد وعندك الشيبسات ال7 نانو اللي هي الكيرن 985. والكاميرات يعني أفضل كاميرا فيهم اللي هي الكاميرا اللي هي 64 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8، والكاميرا السيلفي 32 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2. عموما الموبايل كاستخدام انا الشخصي في تجربتي الفعلية هو بس الظهر يعني مكسور شوية، اتكسر مني وانا بستخدمه فاضطريت ان انا اغير له ظهر، ده اصلا مش الظهر بتاعه الاصلي. الموبايل معايا بقاله اكتر من سنة او كده. الموبايل يعني كاستخدام، كسرعة، كسلاسة، الجهاز يعني بسم الله ما شاء الله طيارة. طبعا الشاشة مش 90 هرتز او حاجة واو او الكلام ده. الشاشة يعني ممتازة جدا، هي فول اتش دي بس مش 90 هرتز، الريفريش ريت بتاعها 60 هرتز بس الموبايل ككاميرات، كأداء، كبطارية، موبايل معايا يعني مأدي وزيادة. كجيمنج الموبايل ده هيبقى مناسب جدا لأي حد بيلعب جيمنج على ببجي أو أي لعبة تانية، كول اوف ديوتي أو الكلام ده، هتلاقي الأداء ثابت معاك جدا ومستقر. مش هتعاني مع الجهاز ده لو انت حد مش بتعتمد على خدمات جوجل بنسبة كبيرة جدا. طب لو انت حد بتعتمد على خدمات جوجل بنسبة كبيرة جدا، انت ممكن تتنازل عنها او تحاول تتخطى الموضوع، انك مثلا تنزل حاجة زي الجي بوكس، تدخل عليه الجيميل بتاعك، تعمل داونلود لليوتيوب، برامجك الاساسية والكلام ده. ممكن كمان تعمل حساب على هواوي تسync عليه، او تعمل مزامنة لجهات اتصالك تعمل عليه، يعني تعيش حياتك يبقى حساب بديل لحساب جوجل. ولو انت عايز تدخل على اليوتيوب او الكلام ده، الحاجات اللي هي الاساسية المفروض ان انت تعملها يعني على موبايلك، فانت ممكن تنزل جي بوكس وممكن تتعامل من عليه. هيبقى في فيديو تاني هشرح لك فيه تفصيلا ازاي تنزل جي بوكس، ازاي تنزل يوتيوب من عليه، وتنزل متجر تنزل منه كل التطبيقات. برضو نسيت اقول لك ان في حاجة اسمها الهواوي اب جاليري، هو ده هواوي اب جاليري ده عليه كل التطبيقات. ممكن برضو تنزل عليه كل التطبيقات بس مش هتتحدث من جوجل مباشرة، ولكنه عليه كل التطبيقات. في حاجة اسمها البيتل سيرش، بيتل سيرش ده انت بتنزل عليه برضو تطبيقات. يعني هو بدل ما انت تدخل تقعد تدور في المتصفح والكلام ده، هو اوريدي بيدخلك على المتصفح، بيدور لك في المتصفح على تطبيقات الاي بي كي انت تنزلها. يعني انا برشح لك ان انت تنزل عليك التطبيقات اللي هي مش بتاعت جوجل، واي تطبيق بيعتمد على جوجل، سواء فيسبوك سواء واتساب، سواء انت عايز ترجع دردشاتك القديمه او محادثاتك على الواتساب او الكلام ده، فانت ممكن تنزلها من الجي بوكس. بداية او نهاية، مش بداية عشان ما كنتش طولت عليك يعني الفيديو يبقى تقيل على قلبك. الجهاز ده من احسن الاجهزة اللي انت تقدر تشتريها في رينج سعر من 5500 ل 6500 كده، والجهاز هو 256 ورامات 8 زي ما قلت لك، تمام. ومن افضل الاجهزه المستعمله اللي انا انصحك تشتريها في الفئه دي لو انت حد جيمر او حد بيهتم بالاداء او كده. كمان انت ممكن تجيبه بالكرتونه بتاعته بالشاحن، موبايل بيدعم فاست تشارج، بيشحن 100% في ساعه تقريبا،
بطارية 4000 بس هتأدي معاك اليوم. الموبايل في الشبكات والواي فاي والكلام ده مميز جدا 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 جدا، يعني لاحظت ان هو في الشبكات والواي فاي والكلام ده بيلقط يعني حتى اعلى من موبايلات السامسونج واعلى من الايفون والكلام ده. وفي النهاية يا رب ما كنتش طولت عليك، تمام. عايزك بس تكون واخد بالك ان الجهاز ده فيه منه نسختين، في نسخة 5G وفي نسخة تانية. النسخة التانية الفلاش بتاعها بره الكاميرات، بره المربع بتاع الكاميرات ده هتلاقيه لوحده كده، تمام. فالنسخة دي أعلى، فأنت لو هتشتري يعني أنصحك تجيب اللي هي النسخة 5G. تمام. لو عندك أي أسئلة عن الموبايل ده أو عن خدمات هواوي أو عن إيه المستقبل بالنسبة لهواوي أو الكلام ده، أو أي سؤال تاني، ممكن تسيبه تحت في الكومنتس وأنا هرد عليها كلها. ميرسي كتير. ما تنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب والكلام ده عشان الفيديو ينتشر، وإن شاء الله فيديوهات تانية كتير أقوى. باي باي.